الناس ديال الجاليه، هذا الفيديو موجه لكم باش ان شاء الله تعرفوا شويه على دعم السكن وتعرفوا على الفرص اللي كاينه في المغرب من وراء يعني المونديال واللي جاي ان شاء الله من وراء كاس افريقيا والاحداث اللي غادي تطرا، باش تعرفوا ان شاء الله حتى نتوما تستثمروا في البلاد ديالكم وتعرفوا تشريوا ولا كنتو باغي تشريوا شقق اللي دوزوا فيهم الصيف ولا كنتو باغيين تستثمروا. كتبقى هذه هي احسن فرصه. اول حاجه غادي ندوي على دعم السكن. دعم السكن راه حتى الجاليه كتستافد منه، يعني اي واحد كيقدر يستافد منه، والفرصه هي دابا يعني في هذا الصيف هذا اللي بقى عندكم واحد الفرصه كبيره باش تشريوا مثلا الشقق اللي فيهم في الدعم مثلا ديال 7 المليون ولا ديال 10 المليون، باش ان شاء الله ملي كيوصل المونديال من هنا لواحد 5 سنين بحال هكاك غتلقى ديك الساعه عندكم الحق تكريو ديك الدار وتستافدوا منها وتكون واحد الاستثمار زوين، ولا سوا غادي تبيعوها وتدخلوا فيها واحد النسبه ديال الارباح اللي هي مزيانه. يعني كما معروف الناس ديال الجاليه كتسمع بزاف على دعم السكن كتفرج بزاف ديال القنوات في يوتيوب، وصراحه الا تفرجتوا ولا سمعتوا بزاف ديال المعلومات هادشي غادي يعجزكم، يعني غيبان لكم الدعم صعيب وصعيب باش تستافد منه وكاين المشاكل بزاف. وانا كنقول لكم بالعكس، يعني بخصوص التجربه ديالي، واحد اللي كيخدم ديما في العقار وديما اللي كيكون في مكاتب البيع، والحمد لله عندنا بروجيات اللي هما كثار اللي خدامين عليهم. يعني دعم السكن كيبقى شي حاجه اللي هي سامبل بزاف. حاجه وحده اللي خاصكم هي تلقاو هذاك المنتج هو الاولاني. وتقول لي مثلا فين كاينين البلايص، كاين فرص في بزاف ديال البلايص. الا جاوكم المدن الكبرى، انا كندوي على الناس اللي الجاليه اللي عندهم ميزانيات اللي كتكون شويه صغيره ومحدوده، ما تشريوش في المدن الكبرى بحال كازا، طنجه، مراكش، اكادير. تقدروا تشريو في المدن الصغرى فيهم مشاريع اللي هما زوينين وكيبداو داكشي من 20 مليون، يعني كتكون مثلا شقه ب 30 مليون في 10 المليون ديال الدعم. هذه كتكون مزيانه. هذه عندنا في اسفي حنايا، عندنا بهذا الثمن، عندنا في جديده ب 20 مليون. الناس اللي عندهم دخل محدود، الناس اللي باغيين يخلصوا بشويه حتى هما، ولا باغيين ياخذوا واحد الكريدي يبقاو يخلصوا واحد 1400 1500 درهم، 140 اورو، 150 اورو الشهر. اما بخصوص الدعم راه ساهل بزاف، يعني فين ما غتلقاو الشقه اللي بغيتو هذيك الساعه كتمشيو لمكتب البيع، هو اللي كيتكلف لكم كلشي. مكتب البيع كيصاوب لكم الطلب، كيدفع لكم، امور كلها سهله وبسيطه. هذه احسن فرصه انكم تستثمروا في المغرب، حيت تبارك الله مع المونديال غيتزاد العقار في المغرب. كاين واحد الدراسات اللي هي كثيره كتقول ان العقار غيتزاد 30%. دونك هذه كتبقى هي احسن فرصه، سواء كنتو باغي تشريو هذا هو الوقت المناسب باش تشريو، ولا كنتو باغي تستثمروا هذا هو الوقت المناسب باش تستثمروا. حيت المغرب كاين استثمارات كبيره في البنيه التحتيه، كيتصاوبوا الطرقان، غتصاوب له طرق جديده اللي كتربط ما بين كازا والرباط حتى هي جديده. المطارات كيتوسعوا دابا باش انهم يقدروا يجيو الناس كثر يعني من العالم كامل يدخلوا هنا للمغرب. الطيارات كيتزادوا، اكبر الملاعب اللي كاينين في العالم غيدار هنايا في بن سليمان، دار ملعب اللي هو كبير. كاين استثمارات بزاف اللي غادي تغير من القيمه ديال العقار، وكاينه فرصه كبيره بالنسبه للناس ديال الجاليه. داكشي علاش مرحبا بكم ان شاء الله. سواء كنتو باغي تستثمروا في شقق ديال السكن الاقتصادي ولا الدعم ديال 10 المليون، تواصلوا معنا. عندنا جديده اسفي، عندنا قنيطره للناس اللي الجاليه اللي عندهم شويه الكاش وبغاو شي حاجه فينيسيون واعره، يعني تقدروا تكريوها اير بي ام بي ولا ديروها في مونديال، كتبقى شي حاجه اللي هي واعره. دونك عندنا حتى هما في قنيطره من 30 مليون وفيهم ديجا الدعم. وان شاء الله غادي ندخلوا حتى للدومين ديال المستعملين. هادشي الدومين حتى هو غادي ندخلوا ليه ان شاء الله. وكنشكركم بزاف الا تفرجتوا في هذا الفيديو هذا ولا استفدتوا منه. تخلوا لنا ان شاء الله شي تعليق زوين ولا شي دعوات من عندكم، وشكرا.